طيب استاذ احمد الفقي معانا؟ ايوه يا فندم. انا سامع حضرتك. سامعني كويس يا احمد. ايه الاخبار عندك؟ قول لي. اتفضل يا استاذ اتفضل قول لي. ايه الاجواء ما زالت. اتفضل يا استاذ عمرو. الاجواء ما زالت مستمره حتى الان. بعض القوى السياسيه بدات انها تتواجد بكثره في ميدان التحرير. شباب 6 ابريل موجودين، شباب الاخوان موجودين. لم يوجد احد من قيادات الاخوان حتى الان موجود في ميدان التحرير، ولكن بدات الاعداد تتزايد في ميدان التحرير حتى الان. ولكن بشكل عام كان هناك انقسام بين الثوار وبين الحركات السياسيه حول فكره التظاهر ام التظاهر او الرحيل بعد هذه المظاهرات. بعض القوى السياسيه بالنسبه للاخوان السياسيين، الاخوان المسلمين عفوا، اعلنت انها ستغادر الميدان بعد الساعه 5 مساء. اما بالنسبه لحركه 6 ابريل فانها هتكون موجوده وتعتصم الى اجل غير مسمى لحين تحقيق المطالب. احنا حاليا هيكون معانا حوار مع الاستاذ حسن الدهان احد قيادات حركه 6 ابريل، هنساله عن كل الامور الخاصه بحركه 6 ابريل والميدان غدا كيف يبدو الميدان. اكيد هيكون معانا مع حضرتك، هيكون دلوقتي. اتفضل استاذ حسن. احمد بس اسالك سؤال قبل ما اكلم الاستاذ حسن الدهان. هل الميدان امن؟ هل الميدان امن ام غير امن؟ يعني الناس تنزل بكره؟ الميدان امن. ايوه الميدان امن بنسبه كبيره رغم عدم وجود الشرطه او الجيش غدا، وحتى الان مفيش اي وجود للشرطه او الجيش. حابب اشير بس لحاجه صغيره جدا، ان في عشرات من المتظاهرين كانوا ناويين انهم يتوجهوا لمبنى وزاره الداخليه، ولكنهم عادوا الى ميدان التحرير بعد ما الثوار حاولوا انهم يخلوهم يرجعوا مره ثانيه. ولكن الوضع امن بشكل كبير، كل المصريين ممكن انهم يكونوا موجودين في ميدان التحرير. الميدان مؤمن بشكل كبير حتى الان، وغدا هتكون في تامينات اكبر بشكل فعال وسريع جدا جدا جدا. كل مصر ممكن تكون موجوده في ميدان التحرير، مفيش اي مشكله ان شاء الله. طب اتفضل يا احمد، معانا استاذ حسن الدهان. اتفضل. استاذ حسن، عايزين نعرف من حضرتك استعدادات حركه 6 ابريل بشكل خاص للاحداث غدا. هو بالامس كان هناك اجتماع مع جميع القوى السياسيه المشاركه في الاعتصام، وتم الاتفاق على جميع ما يخص تنظيم الميدان من حيث التامين والمنصه وما الى ذلك. وتم الاتفاق على انه من بعد قفل محطه مترو الانفاق الساعه 1:30 هيتم وضع لجان على جميع المداخل، 9 مداخل لميدان التحرير، وذلك ليكون هناك تفتيش صارم للدخول وعدم دخول اي من البائع الجائلين. وكذلك تم الاتفاق على منصة واحدة لجميع الميدان بحيث انها تكون مغطية اكبر قدر ممكن ونقضي على عشوائية المنصات. استاذ حسن، كان في خلاف زي ما اشارت زميلتي هدير بينكم وبين الحزب الناصري حول لافتة او شعار حزب 6 ابريل او حركة 6 ابريل. الخلاف ده تتركتوه ولا الامر وصل لحد فين؟ بالظبط، واحنا بنعلق اللافتات والبنرات بتاعتنا جه احد اعضاء الحزب الناصري وطلب ان احنا ننزل اللوجو، لكن انا تم توضيح ان في اجتماع الامس لم يتم الاتفاق على ان ما نحطش لوجو فصيل بعينه. لكن طبعا عشان ما نعكرش صفو اليوم احنا تداركنا الموقف وقررنا ان احنا هنغطي اللوجو اللي على اللافتات بتاعتنا بالقماش عشان ما يبانش اللوجو، وان اليوم يتدارك ويمشي ان شاء الله على خير. استاذ عمرو، حابب حضرتك تسال عن اي حاجه ثانيه يا فندم؟ عايزك تسالي الاستاذ حسن عن اولا استعدادهم للاعتصام، ايه الاجراءات اللي هيعملوها وكيف استعدوا للاعتصام، والحاجه الثانيه موقف الاخوان ايه من الاعتصام. استاذ حسن، عايزين نعرف الاستعدادات الخاصه ب 6 ابريل للاعتصام وموقف الاخوان. الاول نبدا باستعداد 6 ابريل للاعتصام. احب بس اتكلم عن حاجه، ان احنا بنبص لليوم دوت على ان هو مش يوم زي اي يوم. اليوم دوت يعتبر من بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك لاول مره بننوي ان احنا نازلين نعتصم، مش نازلين لمليونيه ونمشي في اخر اليوم. ولذلك غدا سوف يكون بالنسبه لمسيره الثوره نقطه ومن اول السطر، لان احنا بقالنا 6 شهور ما حسيناش باي تغيير. عايزين قرارات ثوريه، عايزين تعجيل محاكمات، عايزين محاكمه الرئيس المخلوع بتهمه الخيانه العظمى لقتل الثوار. احنا ما شفناش كل اللي احنا بنشوفه مسكنات فقط. بالنسبه بقى للاعتصام، احنا من ابتداء من بكره الاخوان تقريبا هم مش هيعتصموا، لكن احنا ابتداء من الغد هنبدا نحاول نقنع جميع الناس بالاعتصام، ومحضرين 500,000 منشور بيدعو جميع متظاهرين ميدان التحرير للاعتصام، هيتم توزيعه مع اقناعهم بجديه الاعتصام وان احنا لازم نعتصم لتلبيه مطالبنا. لان احنا وصلنا مع المجلس العسكري وحكومه الدكتور عصام شرف الى ان احنا في اعلى درجات التصعيد. احنا بدانا التصعيد خطوه 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 خطوه، لم يجدي بشيء،
فهنضطر بكره ان احنا نلجأ الى اقصى درجات التصعيد، وهو الاعتصام في ميدان التحرير لحين اشعار اخر، لحين تنفيذ جميع مطالب الثوره اللي احنا صغناها مع بقيه القوى الوطنيه. طيب احمد عمرو حابب احمد اسالي الاستاذ حسن دلوقتي، طب هي ايه الاليات اللي هم طالبينها عشان خاطر يتم فض الاعتصام؟ عفوا استاذ عمرو معلش، يعني اسالي الاستاذ حسن ايه هي الاليات المطلوب تحقيقها من قبل المجلس العسكري والحكومه عشان يتم فض الاعتصام؟ يعني يبدو ايه عشان خاطر يتم انهاء الاعتصام؟ الاليات المطلوبه لفض الاعتصام. الاليات المطلوبه لفض الاعتصام، اول حاجه بالنسبه لاسر الشهداء، احنا بنطلب محاكمه الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمه الخيانه العظمى لاصداره اوامر بقتل المتظاهرين. بنطالب بوقف قيادات وزاره الداخليه والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل لحين الفصل في الدعوه. بنطالب بسبب بطء المحاكمات ان يتخصص وزير العدل يخصص دوائر بعينها تكون متفرغة لمحاكمة قتلة الثوار، وإدخال القناصة اللي كانوا على الأسطح والمباني في الدعاوي، لأن وزارة الداخلية عندها قوائم بجميع القناصة ولم يتم إدراجهم مع المتهمين بقتل الثوار. فعلى المجلس العسكري زي ما هو ما وقف مع الثورة من البداية ان هو يحس ان احنا برضو احنا عايزين نحس بتغيير. لازم المجلس العسكري يحسسنا ان احنا فعلا في جو ثوري، عايزين قرارات ثوريه. ما ينفعش هو يبقى يكتفي بالاداره وتسيير اعمال الدوله وفقط، لا، لازم المجلس العسكري يتفهم ان احنا في ثوره، لحظه ثوريه، فيه روح ثوره، عايزين نلبي الرغبه دي. احنا عندنا رغبه ثوريه لم يتم اشباعها، عايزين الرغبه الثوريه بتاعتنا يتم اشباعها بقرارات ثوريه من المجلس العسكري. يعني استاذ عمرو حابب بس اشير اخيرا ان هناك اكثر من 25 ائتلاف سياسي اعلنوا اعتصامهم الى اجل غير مسمى في ميدان التحرير. حابب بس اكد على هذه النقطه يا فندم. شكرا جدا يا احمد، واحنا على ان شاء الله. بشكرك جدا.